السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو النهارده ان شاء الله روتين تشجيع، هننضف مع بعض الحمام وكمان روتين عند الطيور. يلا بقى كده اذكروا الله وصلوا على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيح بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يبارك في أولادكم جميعا ويبعد عنكم كل مكروه وكل أذى، يعطي كل مشتاق منكم بالذرية الصالحة والخلف الصالح، ويشفي كل مريض. اللهم آمين يا رب العالمين. وده كده أقل دعوة إن أنا أقدر أقولها لكم. طبعا انتوا بتكبروا بخاطري وبتفرحوني بتعليقاتكم الحلوة وبدعواتكم ليا. ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم يا رب ويجعل كده أيامكم كلها فرح وسعادة وهنا. اللهم آمين يا رب العالمين. تعالوا بقى كده ونشوف فيديو النهارده هنعمل فيه ايه. بس بقى كده بالله عليكم يا حبايب قلبي ما تنسوش اللايك للفيديو. طبعا اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخلي الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس، وكمان اليوتيوب يقترح الفيديو، يبقى فيديو مقترح والكل يشوف. يلا بقى كده تعالوا نشوف هنعمل ايه وفيديو النهارده بدأته ازاي. اول حاجه زي ما اول حاجه بدأت بيها الحمام. كنت عايزه طبعا اخلص منه كده وانضفه، وكان محتاج مجهود كبير. قلت أبدأ بيه الأول علشان يبقى بعد كده لما الاقيه كده نضف قدامي يبقى كده مرتاحة نفسيا، وأبدأ بقى كده أخلص بقية الشغل بقى كده في البيت وأنا أكون مرتاحة نفسيا. هبدأ أول حاجة بالحمام طبعا. هنعمل بقى كده خلطة جميلة خالص طب من البيت هتنضف معاك الحمام. بس أول حاجة بقى كده بنفتح الشباك الأول، نطلع بقى كده الطاقة السلبية تبقى موجودة في الحمام وفي أي مكان، وبندخل بقى كده الهواء النظيف طبعا بقى كلنا محتاجينه الصبح بدري، نغير بقى كده ونجدد طاقتنا بيه. طبعا يعني الهوا دوت بيريح نفسيا. يعني انت اول ما تصحى كده من النوم الهوا دوت طبعا بيريحنا كده لما بنفتح كده الشباك وبنفتح الباب، فلازم محتاجين الهوا ده. طبعا هسيب بقى كده الشباك مفتوح طبعا بالنهار مفيش حاجة بتدخل، لكن بعد ما بنهوي بقى كده الشقة بنقفل بقى كده أي شباك تاني. زي ما شفتوا كده نفضت الأول الشباك وخدت الفرشة دي بتاعة الطرقة اللي بتبقى قدام الحمام، غسلتها الأول بشوية كلوروكس ألوان والمسحوق اللي بستعمله أوكسي، حطيتهم كده على بعض وبغسل بقى بيهم الفرشة زي ما انتوا شايفين كده. أول ما الشيل تبقى قدام الحمام هسيبها بقى كده في جنب تصفى ميتها على ما نغسل بقى كده. نبدأ بقى كده بالحوض، برضو نفس الخلطة كلوروكس ألوان على أوكسي، وأدعك بقى بيهم كده الحمام زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وهخليه بقى كده بيبرق وزي الفل. زي ما قلت لكم ابدأوا كده بالحاجة اللي انتوا يعني متضايقين منها كل يوم، بتقول ده انا عايزه اعمل بكره كذا، ويعدي اليوم طبعا ممكن يعني بيحصل معانا كتير. بكره ان شاء الله انضف الحمام، وبتلاقي الحاجه يعني تنشغلي بقى كده بحاجات تانية في البيت، وتلاقي نفسك ما دخلتيش صبنت الحمام. بكرة نعمل كذا، وبتلاقي اليوم يوم ورا يوم يعدي من غير ما بنعمل الحاجة اللي احنا عايزينها. مش تقصير منا ولا حاجة، ولا كسل، لكن هو بيبقى فيه شغل كتير في البيت فبنبدي طبعا الشغل على شغل على شغلة تانية، فبتبقى حسب الأولوية بتبقى ايه. لكن بقى كده بيجوا اليوم اللي احنا بقى عايزين لازم ندخل ولابد ان احنا ندخل بقى كده وننضف الحمام. زي ما قلت لكم حطيت كلوروكس ألوان على المسحوق بتاع الغسيل او ممكن شوية بريل مواعين، وتدعكي بقى بيهم الحمام زي ما انت عايزة. طبعا بقيت بالسلك بتاع البلاط بأدعك، وكمان بالمقشة الخشنة برضو بدعك اهوت. يعني المكان اللي اقدر اطوله اغسل بيه بالسلك على طول، واللي مش بقدر اطوله بعمل على طول زي ما انتم شايفين كده بالمقشة. طبعا المقشة برضو خشنة وكانت بتدعك معايا البلاط. وزي ما انتم شايفين طبعا هنا اهوت الحاجة اللي كنت محتاجة. طبعا المقشة هنا كانت عمالة الايد المقشة بتتخلع منها، رحت ماسكاها على طول. يعني هي مش عايزة تعمل مجهود، تعالي بقى والله ما انا سايبك، هاخد برضو المقشة وهعمل بيكي. وزي ما انتم شايفين اهوت دعكت بقى كده كل اهوت البانيو والحوض والبلاط من فوق لتحت اهوت زي ما انتم شايفين. وهننضف كده، شايفين بقى المقشة عمالة تطلع ازاي زي ما كنت تعبت المقشة. والله قلت برضو هكمل بيك، يعني هكمل بيك. خدتها برضو اهيت من ورا الحوض وعمالة برضو اغسل اهوت طبعا وادعك زي ما انتم شايفين كده. خدتها هي اي مكان في الحمام غسلته، وزي ما انتم شايفين بقى اهوت. وكمان القاعده بتاعه الحمام برضو هغسلها، وزي ما قلت لكم اي مكان مش هسيبه غير لما انضفه. بدات كده الاول حاجه بنشاط بقى كده في الحمام. طبعا هتدخلي الحمام اول حاجه تتوضي وتصلي، ادعكيه على طول وخلي حمامك كده نظيف. وبرضو الباب اهوت بالفوطه برضو، وهلمع الباب زي ما قلت لكم ما سبتش اي مكان فيه غير لما غسلته.
أنا بقى كده اللي وصل معايا لحد هنا لايك بقى للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. ويلا بقى بشكر أي حد بيدخل عندي وبيشجعني، ربنا يخليكم لي يا رب، ما تحرمش منكم أبدا يا رب. كل اللي دخل عندي القناة وبيقول لي كلمة تشجعني وتخليني إن أنا أستمر، طبعا ده كده بيبقى حافز ليا وحاجة يعني بتنشطني وبتشجعني. بقول لكم ربنا يكبر بخاطركم ويسعدكم وما تحرمش منكم أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. زي ما انتوا بقى كده شايفين اهوت، غسلت برضو الخلاطات والدش وكل حاجة في الحمام، وعمالة بقى كده زي ما قلت لكم المية دي بتعمل كده فرفشة، بتلاقي الواحد مرتاح نفسيا، غير لما يكون كده الواحد كسلان. طبعا الشفاط والله العظيم غسلته كمان بس ما جاش المقطع واحنا وانا بغسله، لكن كنت نزلت الشفاط اللي في الحمام وغسلته كمان بالمقشة كده برضو، والكلوروكس الالوان والمسحوق زي ما قلت لكم. كنت غسلت برضو الشفور. وادي بقى الجو الجميل اهوت، وزي ما قلت لكم يعني بيبقى حاجه كده جميله كده تبدأي بيها الصبح. وادي الحمام اهوت، وزي ما قلت لكم يعني مفيش نظافه بعد كده اهوت زي ما انتم شايفين، ونضفت كل حاجه. وهندخل بقى كده على الروتين بقى كده عند الطيور. طبعا هشيل بقى كده القفاصه ديت اهيت، باخد جولة كده بقى الأول يعني علشان أوريكم هنضف ايه. طبعا كنت منضفة معاكم عند الرومي، وطبعا الرومي كان برد مني، الجو كان جاء أيام كده كان برد وفي رومي مات مني، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. والنهاردة هنعمل بقى كده تحت البط البلدي. هشيل بقى كده القفاصة ديت، كنت مغطياها كده طبعا عشان لما يكون الجو برد فالبط كان بيدخل فيه. هشيلها برضو كده وانضفها واشيل أي حاجة عليها علشان يبقى كده المكان نظيف. اول حاجه كده اشيل اي حاجه يعني تكون مركونه وهحركها من مكانها عشان اعمل تحتها الاول، وبعد كده هرجع القفاصه مكانها تاني، وهنكنس برضو زي ما انتم شايفين كده. زي ما قلت لكم لازم بقى كده نتشجع، وبرضو داخلين بقى كده على شهر رمضان الكريم. هنا بقول لكم كنت اتعورت الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كانت القفاصه هنا عورتني طبعا كلها سلك وفيها مسامير وكده فما خدتش بالي، ففي يعني دخلت كده في صبعي وعورت. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني زي ما انتوا شايفين اهوت، لازم برضو الطيور برضو يجي شهر رمضان كده وهي تحتها يكون نظيف، عشان طبعا هنشغل زي ما قلت لكم بالصلاة والعبادة وذكر الله. وكمان شغل المطبخ طبعا بياخد مننا وقت كتير في وقفة المطبخ، فيبقى كده انتي منضفة برضو تحت الطيور. وطبعا على طول باستمرار بنعمل كل حاجة ان شاء الله مع بعض، والتنظيفات على طول مستمر. طبعا بعد ما كنست بقى كده الاول تحت القفاصه ورجعتها مكانها، لميت بقى كده الزباله اهيت اللي كانت بتطلع معايا بسهوله، لميتها كده الاول على طول، وجبت الشكاره وحطيتهم فيها. وبعد كده برضو يعني زي ما قلت لكم انا بكنس عند الطيور باكتر من مرحله. بعد كده يعني بلم الاول كده الحاجه اللي هي بتبقى بسهوله بشيلها الاول، وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين الجو كان بدري اهوت وانا بعمل تحت الطيور، وكمان كنت نظفت الحمام. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين اهوت هاخد كمان اكحت كمان الارض كمان، يعني زي ما قلت لكم بلم كده الحاجه اللي بتبقى تمشي معايا بسهوله، وبعد كده هلم اي حاجه تكون موجوده على الارض برضو وهكحت بقى كده. لو في حاجه تكون لازقه في الارض طبعا دي بتبقى من الطيور يعني، هي بتبقى يوم ورا يوم وتلاقي الحاجه بتنشف منك على السقف، فلازم كده بعد كل فتره نعمل بقى كده الكنسه دي. زي ما انتوا شايفين برضو اهي اتلميت اي حاجة وكحت الارض كمان، وهلم الحاجات اللي بتبقى موجودة على السقف تحت البط اهي. زي ما قلت لكم عشان يبقى تحته نضيف وتحته ناشف، لازم بقى كده كل شوية ما يكونش بقى في رطوبة طبعا. لازم التصوير دوت يعني مش بنتجمل في حياتنا، هي دي حياتنا وهي دي عيشتنا. فبجيب لكم الحاجة اللي احنا بنعملها مش هنتجمل طبعا، يعني غصب عني بصور لكم المنظر دوت، لكن هي ديت لازم ان انا اصور الحاجة اللي احنا بنعملها. هنا بقى كان عندي شوية ذرة، طبعا كان لسه بدري زي ما قلت لكم، فكان في شوية ذرة فايضين قبلها بيوم. وهنا كنت بلي عيش واخده معايا قبل ما اطلع، وهحطه بقى كده على الذرة وكمان شوية كده هجيب برضو برسيم لهم واقطعه، بس لما الاقي حد يعني يقعد كده ببرسيم هنزل بقى كده واجيب برسيم واقطعه برضو واحطه للبط. وده كان فيديو معاكم النهارده، يا رب يكون عجبكم ويكون لرضاكم. زي ما قلت لكم ما تنسونيش في اللايك، ربنا يسعد قلوبكم يا رب ويبارك فيكم جميعا.
وكل سنة وانتم طيبين ومع ألف مليون سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.